فيلمنا بيبدأ في القطب الجنوبي، وفجأة بنشوف سوبرمان وهو بيقع على الأرض بعد معركة صعبة بسبب إن هو حاول يمنع احتلال عسكري من دولة اسمها بورافيا ضد دولة جورامبور، وبيكون باين عليه آثار ضرب ومش قادر يحرك جسمه، وبنشوفه وهو بيصفر للكلب بتاعه اللي على طول بيجيله وبتكون اسمه كريبتو، وبيطلب منه إن هو ياخده للبيت وبيشده ناحية البيت اللي بيطلع من تحت الأرض واللي معروف باسم قلعة العزلة، واللي بيكون مش بيفتح غير بوجود سوبرمان، وبيقدروا ان هم يدخلوا، وساعتها الروبوتات اللي في المكان بتجري على سوبرمان عشان تساعده وبيشيلوه عشان ياخدوه يتعالج، وكمان بيشغلوا له رسالة من اهله الحقيقيين اللي بيكونوا من كوكب كريبتو، والرسالة بتكون عبارة عن ابوه وامه، وهم بيقولوا له انهم بيحبوه جدا وانهم بعتوه لكوكب الارض عشان ينقذوه من المصير اللي مستني كوكبهم وان هو املهم الوحيد. لكن فجأة التسجيل بيقطع وبنعرف ان باقي الرسالة ضاعت وهي في طريقها لكوكب الارض، والروبوتات بتعرفه ان جسمه فيه 14 عظمة مكسورة وفيه اصابات كتيرة جدا، وبيبداوا يعرضوه لاشعة الشمس عشان يتعالج، وبنعرف ان سوبرمان بياخد طاقته من الشمس وبتقدر انها تعالجه في نفس الوقت من اي اضرار، وفعلا بيرجع من تاني لقوته. لكن الروبوتات بتقوله ان هو اتعافى بنسبة 80% وان هو المفروض يستريح، بس بيرفض وبيقول لهم ان هو لازم يرجع لمعركته تاني، وفعلا بيطير وبيتحرك في اتجاه المعركة. ونشوف واحدة من البشر المتحولين اسمها انجلا، وبتكون بتدور على سوبرمان بس مش بتقدر تحدد مكانه، لكن فجأة بتشوفه وهو طاير قدامها، وبتبلغ القائد بتاعها ان هو رجع تاني للمعركة. وبنشوف كائن غريب وبيكون اسمه هامر برافيا، وبيفضل يخرب في كل المدينة، وبنعرف ان هو ده اللي كان في المعركة مع سوبرمان وقدر ان هو يتغلب عليه. وبنروح بعدها للوسر، وبنعرف ان هو بيكره سوبرمان جدا وان هو اللي عمل الكائن ده عشان يحارب سوبرمان ويخلص منه، وساعتها بيكون سوبرمان وصل من تاني وبيدخل في معركة مع هامر، وبناخد بالنا ان لوسر هو المتحكم في هامر عن طريق اكواد بيبعتها له عشان يضربوا ضربات معينة، وهامر يبقى متفوق على سوبرمان وبيقدر ان هو يخلص عليه وبيرميه بقوة كبيرة جدا في اتجاه الارض. وبنعرف ان لوسر فضل سنين يدرس حركات سوبرمان لحد ما قدر يصنع هامر ويبرمجه عشان يقدر يتوقع كل حركة من حركات سوبرمان ويقدر يخلص عليه بكل سهولة. وبنروح بعدها لسوبرمان اللي بيكون مرمي في الارض، وبنشوف واحد من اللي واقفين بيحاول يساعده وبيقول له ان هو ساعدهم كتير قبل كده وانه جه الوقت علشان يساعدوه، ولما بيحاول يطير من تاني عشان يرجع للمعركة مش بيقدر، والناس كلها بتبقى متعاطفة معاه. وبناخد بالنا ان لوثر تعرف على الشخص اللي ساعد سوبرمان واللي بيبقى اسمه مالك، وبعدها انجلا بتتواصل معاه وبتعرفه انها عرفت مكان قلعة العزلة، ولما قربت منها اختفت بالكامل تحت الارض، فلوثر بيطلب منها انها ترجع لعنده. وبعدها بنشوف هامر وصل لقاعدة عسكرية وبيدخل منها في بوابة بترجعه للمقر بتاع لوثر، والكل بيرحب بيه وبيبقوا مبسوطين جدا منه. وتاني يوم بنشوف كلارك اللي هو سوبرمان وهو في طريقه لشغله عادي ويكون شغال صحفي، واثناء دخوله للشركة بيشوف شرطي بيقرا مقالة عن الكائن الغريب اللي اسمه هامر وعن الاضرار اللي عملها في المدينة، وبنعرف ان كلارك هو اللي كاتب المقالة دي بعد معركته معاه. وبعد ما بيدخل شغله بتجيله مكالمة من امه وابوه عشان يباركوله على المقالة اللي كتبها لانها طلعت ترند واتصدرت عناوين الصحف. وبعدها بتروح له حبيبته لويس وبتبدأ تسأله عن هامر وعن اللي بيعمله في المدينة، وصديقهم شامي بيعرفهم ان بسبب الخراب اللي عمله حصل اضرار مادية تجاوزت ال20 مليون. وعلى التلفزيون بيشوفوا رئيس دولة بورافيا اللي بيكون متعصب بسبب ان دولته كانت على علاقة كويسة بامريكا ومحدش بيدخل في شؤون التاني، لحد ما جه سوبرمان ومنع غزوهم لدولة جومانبور. وعلى الجانب التاني بتشوف لوثر وهو مجمع اهم ناس في الدولة وبيستعرض جيشه الخارق وجنوده زي هامر وانجلا وكمان مجموعة روبوتات وبيبقى اسمهم الرابتورز، وبيحاول يقنعهم انهم يستثمروا في الجيش ده، وكمان بيحاول يشوه صورة سوبرمان وبيقول لهم ان هو خطر على الكوكب، لكنهم بيعرضوه وبيعرفوه ان سوبرمان انقذهم قبل كده كتير وانه له شعبية كبيرة عند الناس. وعلى الرغم من كده لوثر بيبقى مصمم ان سوبرمان خطر عليهم. وبنروح بعدها للويس اللي لما بتوصل بيتها بتفاجئ بوجود كلارك موجود عندها، وبيبداوا يتكلموا اكتر عن هامر وعن الدمار اللي بيسببه، وكلارك بيطلب منها انها تعمل معاه مقابلة صحفية وتسجلها بصوته علشان تنشرها للناس، وفعلا بتوافق وبتبدأ تسأله عن الهجوم الاعلامي اللي عليه الفترة دي، وبتقول له ان تصرفاته خلت وزير الدفاع يفتح تحقيق في بورافيا. فسوبرمان بيرد وبيقول لها انه سافر جورامبور اثناء غزو بورافيا وقدر ان هو يوقف
حرب بدون ضحايا، وقابل رئيس بورافيا وهدده وان هو لو جرب يغزو جرامبور مره تانية هيخلص عليه هو وجيشه. وبعدها بيكمل كلامه وبيقول لها ان هو حاسس ان حكومه بورافيا عندها نوايا مش كويسه. فلويس بتساله ان هو استأذن قبل ما يدخل المجال الجوي بتاعهم، فكلارك قال لها ان هو دخل من نفسه لان هو كان شايف ان ارواح ناس كتير في خطر وكان لازم يساعدهم، بس قالت له ان بسبب اللي عمله بقى فيه هجوم عليه كبير جدا على مواقع التواصل، وان الناس كلها بدأت تتكلم عليه وتشك في تصرفاته لانه كائن فضائي ومش بينتمي ليهم. فكلارك بيتعصب عليها وبيقول لها ان هو مش مهتم لكلام اي حد، وان الاهم عنده ان هو ينقذ ارواح الناس اللي كانت هتموت. وبعدها بيهدى وبيقول لها ان اهله بعتوه لهنا وهو طفل صغير بعد ما كوكبه مندمر عشان يكبر ويخدم البشريه ويساعد ان الارض تكون مكان افضل، وان هو فعلا بيحاول ينفذ رسالتهم. لكن لويس بتقول له ان في جزء كبير من الناس بتشك ان هو هنا لغزو الارض وان هو مش غرضه حمايه الناس زي ما هو بيقول. فبيتعصب كلارك من كلامها وبيقرر ان هو ينهي المقابله. فلويس بتتضايق منه وبتقول له انها كده مش هتقدر تكمل في علاقته معاه. فكلارك بيتضايق وبيسيبها وبيمشي. وعلى الجانب الاخر بنشوف لوثر وفريقه بعد ما وصلوا للقطب الجنوبي عشان يدخلوا لقلعه سوبرمان ويحاول يلاقي اي دليل على سوبرمان علشان يشوه صورته قدام العالم. والغريب ان لما لوثر بيقرب القلعه بتظهر والباب بيفتح بدون اي مشاكل، وبيبداوا يهجموا على كل اللي موجودين في المكان وبيخلصوا عليهم بكل سهوله. وفجاه بيظهر الكلب كريبتو وبيهجم على انجلا، لكنها بتقدر انها تسيطر عليه وبتغطي وشه بماده من جسمها. وساعتها لوثر بيطلب من انجلا انها تخترق الجهاز اللي كان متسجل عليه رساله اهل سوبرمان، وفعلا بتبدا تخترق الجهاز. وساعتها بتظهر الرساله اللي كانت جايه مع سوبرمان من اهله، وبتحاول انجلا انها تصلح العطل اللي في باقي الرساله، وبعد شويه بتقدر انها تصلحها، وبكده بتكون الرساله كامله فعلا مع لوثر. وبعدها بنرجع للمدينه وبتشوف رجاله لوثر وهو معاهم كائن صغير، ولوثر بيطلب منهم انهم يسيبوه في المدينه علشان يشغل سوبرمان لحد ما هو يخلص في قلعه العزله وياخد منها اللي هو عاوزه ويرجع. وفعلا ساعتها بيحرروا الكائن. وتاني يوم بنتفاجئ ان الكائن ده حجمه كبير جدا وبيهاجم المدينه، وسوبرمان بيوصل قبل ما يموت الكلب وبيقدر ان هو ينقذه وبيقدر يهاجمه بكل قوته، لكنه بيبقى اقوى منه بمراحل. وكمان بيقدر ان هو يطلع نار من بقه ويحرق كل حاجه قدامه. وسوبرمان بيطلع لفوق وبيهجم عليه بضربه قويه جدا لكن بيكون بدون فايده، وبيحاول ان هو ينقذ الناس على قد ما يقدر. فجاه بيظهر مجموعه ابطال خارقين وبيكونوا فرقه العداله، والفرقه دي مكونه من 3 ابطال وبيبداوا ان هم يساعدوا سوبرمان في التخلص من الوحش اللي موجود. وبيقدر جرين لانتر ان هو يصنع طوق ويسيطر بيه على الوحش، وهوجر بتبدا تهاجمه. واثناء المعركه سوبرمان بيحاول يحافظ على ارواح الناس، ومستر ترافيك بيقدر ان هو يدخل قنابل جوه جسم الوحش ويتحكم فيها وبيخليها تنفجر جوه جسمه، وكده يكون خلصوا منه بعد معركه صعبه جدا وبدون اي اضرار. لكن فجاه بتظهر على كل الشاشات اخبار عن سوبرمان، وبنشوف ان لوثر طالع في القاع على الهواء وكمان بينشر الرساله بتاعت اهل سوبرمان. وساعتها بتكون الرساله كامله وبتتذاع على الهواء، وبيطلع ان الجزء الثاني من الرساله بيقولوا له فيها ان البشر كائنات ضعيفه واغبياء وانهم باعتينه هنا عشان يسيطر على البشر ويحكم الارض كلها. وساعتها لوثر فعلا بيقدر ان هو يشوه صورته قدام العالم كله، والناس كلها بتكون مصدومه من اللي سمعته وفعلا بيبداوا يهاجموه. وساعتها فعلا وسوبرمان بيدخل جوه مبنى وبيبقى مصدوم من اللي حصل، وجرين لانتر وباقي الفريق بيدخلوا له وبيسالوه عن الرساله وهل هي حقيقيه فعلا ولا لا. فسوبرمان بيقول لهم ان الجزء الاول منها حقيقي وان هو عمره ما سمع باقي الرساله لانها كانت بايظه. لكن مستر ترافيك بيقول له ان الخبراء قالوا ان الرساله حقيقيه ومستحيل انها تكون متفبركه. ولما بيسالوا ازاي لوثر وصل للرساله دي ساعتها بيطير بسرعه من قدامهم وبيروح في اتجاه القلعه بتاعته، لان هو بكده عرف ان لوثر وصل للرساله من خلال القلعه. ولما بيوصل بيلاقي المكان كله متدمر، واحد من الروبوتات بيكون لسه شغال وبيساله عن اللي حصل وازاي لوثر دخل للمكان، لكن بيقول له ان هو ما يعرفش اي حاجه وان هو حاول يدافع عن المكان لكنه فشل. وبعدها سوبرمان بيلاحظ ان الكلب كريبتو مش موجود في المكان، فبيروح بسرعه لمقر شركه لوثر وبيساله عن مكان كريبتو، لكن لوثر بيقول له ان هو ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه وبينكر ان هو خد الكلب. وساعتها سوبرمان بيمشي. وعلى الجانب الاخر بنشوف قاده العالم وهم متجمعين وبيناقشوا خطر سوبرمان على الكوكب. وكمان رئيس بورافيا طلع في لقاء وقال ان سوبرمان دخل بلده عشان يسيطر على الشعب وان هو كان عاوز يوقف الحرب لاسباب خفيه. وبعد اللقاء بيرجع لمكتبه وبيفتح باب سري بيوديه لوثر عن طريق البوابه السحريه. ولما بيقابل لوثر بيكون مفكر ان هو مزور الرساله بتاعت اهل سوبرمان، لكن لوثر بيقول له ان الرساله حقيقيه وان فعلا سوبرمان مجرم وانهم لازم يتخلصوا منه باي طريقه. وبعدها بنشوف سوبرمان وهو عند لويس واللي هي بتستغرب ان هو
عنده كلب خارق، لانها ما كانتش تعرف. وبعدها بيقول لها ان الرساله اللي اتذاعت مش حقيقيه، وان هو ما سمعش غير الجزء الاول، وان اكيد اهله ما بعتوهوش لكوكب الارض عشان يسيطر عليه، وانهم بعتوه لخدمه شعبها وحمايتها، وان هو اصلا مش عاوز يحكم الارض. وساعتها لويس بتقول له انها مصدقاه وبتثق فيه وبتشجعه، وبتقول له ان هو يحاول يثبت للناس الحقيقه، لكنه بيقول لها ان هو هيسلم نفسه عشان يقدر يوصل لكريبتو ويساعده، لانه وعده ان هو هيحميه. وفعلا في تاني يوم بيسلم نفسه لجنود لوثر اللي بياخدوه لقاعده سريه في الصحراء، وبيدخلوا من بوابه زمنيه بتوديهم لكون تاني موازي. وهناك بيشوف لوثر اللي بيعرفه ان هنا في سجن هو اللي صنعه بالكامل، وانه كمان هيتسجن مع كائن اسمه ريكس اللي بيقدر يغير شكله لاي عنصر من العناصر. وساعتها لوثر بيأمره ان هو يغير ايده لعنصر الكريبتون عشان يضعف قوه سوبرمان، وبيضطر انه يوافق لان لوثر بيكون حابس ابنه وبيهدده بيه. وسوبرمان بيشوف كريبتو اللي موجود في نفس السجن اللي هو موجود فيه، وكمان بيشوف اشخاص تانية كتير لوثر بيكون حابسهم. وعلى الجانب التاني بنشوف الاخبار اللي بتذيع خبر غزو بروفيا على دولة جولامبور بعد يوم واحد بس من سجن سوبرمان. وبنشوف لويس وهي بتدور على شركة لوثر، وبتعرف انها بتبيع اسلحة لدولة بروفيا بسعر قليل جدا، وبتبقى مستغربة وعاوزة تعرف ايه السبب. بعدها جيمي بيروح يقابل ايف حبيبة لوثر اللي بتقول له على كل المعلومات اللي تعرفها لانها بتكون معجبة بيه. وجيمي بيعرف من حبيبة لوثر ان سوبرمان محبوس في كون موازي تبع لوثر. ساعتها بيروح يقول للويس على طول، وبنرجع لسوبرمان اللي بيحاول يتكلم مع ماكس وبيقول له ان هو يقدر ينقذ ابنه لو شال عنصر الكريبتون من قدامه، وهيهربوا كلهم من هنا. لكن ماكس بيكون مش مصدقه وبيقول له ان هو يبطل يتكلم معاه. وفي اليوم اللي بعده بيوصل لوثر ومعاه رئيس بولافيا في السجن، وبيكون معاهم مالك اللي حاول يساعد سوبرمان قبل كده لما كان في المعركه مع هامر، وبيهدد سوبرمان ان هو هيخلص عليه لو ما جاوبش على كل الاسئله اللي هو عاوزها. ولما مش بيرد عليه بيخلص على مالك قدامه. وماكس وسوبرمان بيكونوا متاثرين جدا باللي حصل لدرجه انهم بيعيطوا، ولوثر بيعرفه ان هو هيرجع له تاني عشان يستجوبه وهيكون معاه ضحيه جديده عشان يخلص عليه لو ما جاوبش على اسئلته. وبنروح للويس اللي بتوصل لفرقه العداله وبتطلب منهم انهم يساعدوها في انهم يلاقوا سوبرمان ويخرجوه من السجن، وبتحاول تقنعهم ان هو مش مجرم وانه هنا عشان يساعدهم، وان كل حاجه قالها لوثر عليه اكيد جد. لكن جرين لانتر مش مقتنع بكلامها ومصدق اللي بيتقال عليه، وبيرفض ان هو يساعدها هو وهوك جيرل. فبتمشي من عندهم وهي محبطه، لكن فجاه بيجي مستر ترافيك وبيقول لها ان هو مصدقها وهو هيساعدها فعلا. وبيركبوا المركبه بتاعته وبيتحركوا في اتجاه القاعده العسكريه للوثر، لانه بيبقى عاوز يعرف مكان سوبرمان عن طريق شريحه بتحدد موقعه. ولما بيوصلوا الجنود بتحذره انه ما يقربش للمكان والا هيخلصوا عليه، لكنه مش بيهتم لكلامهم والجنود بتهاجمه فعلا. وساعتها بيفعل درع الحمايه للويس وبيبدا يخلص على كل الجنود اللي موجوده في المكان بكل سهوله. ولويس بتكون منبهره جدا بقوته. وبعدها فعلا بيوصل للبوابه الزمنيه، وبيبدا مستر ترافيك يستكشف البوابه وبيحذر لويس انها في مكان خطر جدا وانهم مش هيقدروا يدخلوا. لكن لويس بتكون مصممه انها تدخل، وبيحاول ترافيك ان هو يستكشف المكان اكتر. وبنرجع لماكس اللي بيسال سوبرمان لو يقدر فعلا ينقذ ابنه زي ما هو قال له، ولما بيقول له ان هو هيقدر بيقرر ان هو يخفي الكريبتون وبيستخدم عنصر الشمس عشان يرجع سوبرمان قوته من تاني. وفعلا بيقدر ان هو يسترجع قوته من جديد، وبيطير وبينقذ ابن ماكس. وبعدها بيحرر كريبتو وبيبدا يدور على طريقه يخرج بيها من السجن. لكن فجاه بيجي جنود لوثر وبيهجموا عليه، وسوبرمان بيقع في نهر هو وكريبتو والطفل، وبيحاول ينقذ نفسه بدون ما يأذي ابن ماكس. وماكس بيقدر ان هو يخلص على الجنود وبيروح عشان ينقذ ابنه، وسوبرمان اللي كان هيتسحب في ثقب اسود. وفعلا بيقدر ان هو يساعدهم، وسوبرمان بيقدر يخرج هوا من بقه، وبكده بيقدر يخرجوا من الثقب بسلام. وساعتها بيوصل مستر ترافيك ولويس للسجن، وبيقدروا ان هم يخرجوا على اخر لحظه قبل ما تتدمر البوابه بالكامل. وبيكون جسم سوبرمان كله سم بسبب الكريبتون اللي اتعرض له. مستر ترافيك بيطلب منه ان هو يرتاح عشان يقدر يتعافى من السم اللي فيه، وبيطلب من لويس تاخده لمكان امن، وبيديهم المركبه بتاعته. وبيفضل هو في القاعده العسكريه، وماكس وابنه بيمشوا هم كمان من المكان. وبعدها لويس بتاخد سوبرمان لبيت ابوه وامه بالتبني، وهناك بيطمنوا عليه ان هو بخير. وبنروح لجيمي اللي ايف بتكلمه وبتقول له انها جابت كل المعلومات اللي هو عاوز يعرفها على لوثر وبتبعتها له فعلا، لكن بيستغرب لما بيلاقيها انها مجرد صور ليها. وساعتها بيكلم لويس وبيقول لها وبيبعت لها الصور اللي ايف بعتتها له، لكن لويس بتكتشف انها صور مش عاديه زي ما جيمي فاكر، وبيطلع انها مصوره كل مخططاته. وبكده لويس بتعرف كل حاجه، وبتروح بعدها لوثر اللي بيعرف بكل اللي حصل، وبيبقى متضايق جدا
جدا من هروب سوبرمان، وبيحاول ان هو يصلح البوابه اللي دمرها مستر ترافيك، وفعلا بينجح ان هو يصلحها، ومستر ترافيك بيحاول يوقفها لكنه مش بيقدر، وساعتها بيحصل شرخ كبير في الارض والبوابه بتبدد لبره. وقبل ما بيصحى سوبرمان من النوم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وبيصحى سوبرمان من النوم وبيبقى باين عليه ان هو اتحسن، وبيطلع يقعد بره مع ابوه اللي بيواسيه بسبب ان هو باين عليه الزعل بسبب الرساله اللي متسجله من اهله الاصليين، لانها بتطلع حقيقه فعلا، وبيبقوا باعتينه لكوكب الارض عشان يسيطر على العالم. لكن ابوه بيقول له ان ملوش ذنب في كل ده، وان الاهل مش موجودين عشان يتحكموا في ولادهم ولا في قراراتهم، لكن موجودين علشان يساعدوهم انهم يشكلوا قرارات بنفسهم، وبيعرفوا ان هو بس اللي قادر يتحكم في افعاله على حسب اللي هو حاسه من جواه، وبيعرفوا ان هو فخور بيه وان هو انسان كويس. وساعتها امه بتيجي وبتطلب منه انه يجي يشوف الاخبار بسرعه اللي بتكون بتذيع الحرب ما بين دوله برافيا وجورمبور، وبنشوف هناك طفل صغير بيرفع علم سوبرمان وبيهتف باسمه هو وكل الناس عشان يجوا ينقذهم، وكل الناس بتبقى بتتابع اللي بيحصل، حتى كمان فرقه العداله. وساعتها مستر ترافيك بيتواصل مع سوبرمان وبيعرفه ان هو محتاج مساعدته لان في شرخ كبير في الارض وهيدمر العالم كله. وبنشوف لويس وجيمي وهو مع رئيسهم في الجريده، وبيعرفوه ان لوثر كان متفق مع رئيس برافيا انه يهجم على جورمبور عشان يلهوا سوبرمان بيها، بمعنى ان الحرب كلها طلعت خدعه عشان يخلصوا من سوبرمان، ووروله كل مخططات لوثر اللي بعتتها ايفا، وبكده يكون معاهم دلائل تفضح لوثر قدام العالم كله. ومستر ترافيك بيحاول يوقف الشرخ اللي في الارض لانه مش بيعرف، لانه بدا يتطور جدا، والشرطه بتبدا تعمل اخلاء للمواطنين اللي قريبين من الشرخ، لكن الشرخ بيكون بيتمدد بطريقه سريعه جدا في كل الكوكب ويدمر كل المباني، وبيكون في فوضى كبيره جدا في الشوارع. كان في مبنى هيقع على كوبري ويموت ناس كتير، لكن ساعتها بيظهر سوبرمان وبيلحقه قبل ما يقع على الناس، ومستر ترافيك بيجي وبيقول له ان اللي هيوقف الشرخ ويقفله تاني موجود مع لوثر. وقبل ما سوبرمان يتحرك على لوثر بنلاقي هامر بيهجم عليه، وانجيلا بتهجم على مستر ترافيك، ومن شدة التصادم بيفقد الوعي، وبيبدأ هامر وانجيلا يهجموا على سوبرمان، وسوبرمان بيكون متفوق في البداية، بس لوثر بيتحكم في هامر بتركيز وبينجح ان هو يضرب سوبرمان كتير، وانجيلا كمان تضرب عليه ضربة قوية وبتخرج مادة من جسمها وبتخش في جسم سوبرمان، وبيبدأ يبان على أجهزة لوثر ان المادة اللي عملتها انجيلا بدأت تملى رئة سوبرمان وان هو قرب يموت، بس سوبرمان بيطير لفوق عشان يحاول يخرجها من جسمه، بس برضه انجيلا وهامر بيطيروا وراه وبيفضلوا ماسكين فيه وبيضربوه لغايه ما الماده بتستحوذ على كل جسمه، وفعلا بتكون استحوذت على كل جسمه وكان قرب يموت، بس بيفاجئهم كلهم لما بيلاقوه غير مسار جسمه ونازل تاني على الارض بسرعه خياليه. ومن شده التصادم انجيلا بتموت، ولوثر بيتضايق جدا، وبنلاقي ان سوبرمان لسه عايش وبيخرج الماده السامه من جسمه لان انجيلا ماتت والماده ما بقاش لها مفعول، وهامر بيقوم هو كمان وبيبقى لسه عايش، ولما بيقلق القناع سوبرمان بيتصدم لان بيكون نسخه تانية منه بنفس شكله، وكده بنفهم ازاي لوثر قدر يدخل قلعه العزله، وده بسبب ان هو معاه نسخه تانية من سوبرمان، وبيعرفوا ان هو عمل هامر من شعره سوبرمان وقعت منه قبل كده في معركه قديمه ليه، وخد منها الحمض النووي بتاع سوبرمان وعمل منه نسخه مطابقه وفيها نفس الحمض النووي بتاع سوبرمان. وكمان بيضايقوا اكتر وبيعرفوا ان هو ادى امر الرئيس برافيا ان هو يهجم على شعب جورمبور ويقتل الاطفال اللي هناك، وفعلا في الوقت ده بنلاقي الدبابات بدأت تخش للقطاع وانها هتعمل اباده لكل شعب جورمبور، ولوثر بيبدأ يتحكم في هامر ويطلع اشعاع على سوبرمان ويفضل يضرب فيه، والناحيه التانيه جيش برافيا بدأ يعمل اباده للشعب ويضرب عليهم، وعالم سوبرمان بيسقط كاعلان لهزيمته، وفعلا بنلاقي هامر منتصر على سوبرمان بس بيستجمع كل قوته وبيقاوم وبيضربه، وسوبرمان بيتفوق عليه المره دي، وبنلاقي الطفل في الحرب بيرفع علم سوبرمان من تاني، كان لسه حد من الجيش هيضرب على الطفل وبنلاقي ان اتعمل جدار حمايه عليه، وبنتفاجئ ان فريق العداله وصل للحرب عشان ينقذ الشعب، وكمان بنشوف ماكس اللي كان مع سوبرمان في السجن جاي معاهم عشان ينقذ الشعب، وهو الفريق بيخلصوا على كل الاسلحه، والرئيس هو كمان لما لقى نفسه بيتهزم بيحاول يهرب، بس هو الجيل اللي بتيجي وبتمسكه وبترميه من مسافه بعيده وبتخلص عليه، وسوبرمان وهامر بيكونوا بيتقاتلوا بطريقه صعبه جدا، وهامر بيكون متفوق على سوبرمان وبيضربوا ضربات قويه وبيطلق عليه شعاع من عينه، بس ساعتها سوبرمان بيستدعى الكلب بتاعه كريبتو وبيجي وبيهجم على الهامر، وسوبرمان بيقوم من تاني وبيخلي كريبتو يكسر كل كاميرات لوثر عشان ما يعرفش يتحكم في هامر بسهوله زي دلوقتي، وساعتها سوبرمان بيفضل يضرب في هامر وبيكون متفوق عليه جدا، ولوثر لما بيحس انه بدا يتهزم بيبعت فرقه الرابتورز لسوبرمان، بس قوه سوبرمان بتكون اقوى منهم
كلهم وبيطلع شعاع من عينه وبيهزمهم كلهم بكل سهوله. وهامر بعد ما فاق بيهجم تاني على سوبرمان، بس سوبرمان بيعرف يقاومه وبيضربه تاني وبينفيه في الثقب الاسود وبينجح ان هو يخلص منه اخيرا. مستر ترافيك بيجي لسوبرمان وبيروحوا اللوسر عشان يوقفوا الشق اللي بدا يدمر الكوكب كله، وفعلا بيهجموا على المركبه اللي هو فيها، ومستر ترافيك بيروح للجهاز عشان يوقف الشق، ولوسر بيكون جواه غل وحقد كبير جدا لسوبرمان وبيقول له ان هو فضائي ومش بينتمي ليهم، بس سوبرمان بيساعد فيه وبيقول له انه زي اي بشري وعنده مشاعر وبيحب وبيخاف وبيغلط وان هو مش مختلف عن البشر. وهو بيتكلم الكلب كريبتو بيهجم على لوسر وبيفضل يعض فيه، وفي الوقت ده مستر ترافيك بيكون نجح ان هو وقف الشق وبينقذ العالم والارض بترجع تاني زي ما كانت. ولويس وجيمي بينشروا كل مخططات لوسر وبيثبتوا للعالم انه كان بيتعاون مع رئيس دولة برافيا عشان يخلصوا من سوبرمان، وان هو كان قاصد يشوه صورته قدام الناس. والاخبار كلها بتذيع كل المخططات دي وبتعتذر لسوبرمان، والشرطه بتيجي وبتقبض على لوزر وبتسجنه، وشعب جرامبور بيحايوا فريق العداله انهم انقذوهم، وبيبان ان ماكس انضم ليهم. وفي الاخر بنشوف سوبرمان وهو في القلعه بتاعته بعد ما رجعها تاني زي الاول، واخيرا بيرتاح تاني وبيفضل يتفرج على ذكرياته زمان. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.